الإنسان يريد الصحة ولا يريد المرض، ولكن الله لا يريد له الصحة دائما، يريد له أن يربيه وأن يطهره وأن يمحصه ويخلصه من هذه الدنيا حتى يخرج. بعض المؤمنين يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب وليس عليه خطيئة، لأن الله طهره بهذه المصائب وهذه الأمراض. حتى ورد أن بعض السلف وأظنه الإمام أحمد رحمه الله كان في سكرات الموت فضحك، وهو في هذه الحالة ضحك، سألوه عن ذلك لما أفاق قال: سمعت قائلا يقول: شددوا عليه فقد بقيت عليه سيئة، شددوا عليه فقد بقيت عليه سيئة. ففرح بذلك وضحك سرورا بنعمة الله عز وجل. ولا أريد أن أطيل في هذا، أولا لتأخر الوقت، وثانيا ربما يكون هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة إن استطعنا الإجابة عليها. نعم.